والفهم الواعي لقضايا الوطن والعمل بكل جد وإتقان وإخلاص في تيسير كل الصعاب لما فيه مصلحة الوطن وتطهير كل مؤسسات الدولة ممن أفسدوا فلسفة ومفاهيم وأسلوب العمل بمؤسسات الدولة على مدار العقود الماضية، وكذلك العمل على مواجهة التحديات التي تعترض طريق مصر من الداخل والخارج أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فذلك هو السبيل الوحيد لحل مشكلات هذا الوطن بلدنا الحبيب مصر. فلن يتمكن أحد من حل مشكلات مصر بمفرده مهما كانت قدرته وكفاءته، وبدون توحد المصريين جميعا واصطفافهم وفي مقدمتهم الشباب. فالشباب هم سواعد الأمة القوية التي تعتمد عليها الدول في تحقيق أهدافها ومشاريعها القومية، وهم أيضا مستقبل هذا الوطن، وهم من يكونوا في المستقبل هم قيادات في جميع المؤسسات. ولذلك فنحن الشباب نأمل من أن توفر لنا الدولة كل السبل والإمكانيات والعون ليقدم كل منا ما يستطيع أن يقدمه للوطن في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ هذه الأمة. فها نحن يا سيادة المشير عبد الفتاح السيسي الشباب المصري الناصري سائرون على خطى من لا زال وسيظل في قلوب الملايين المصرية والعربية زعيم الأمة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. ولذلك فإننا نعلن رسميا أننا ندعم ونؤيد المشير عبد الفتاح السيسي، فنحن مستعدون أن نقدم كل ما لدينا من عزيمة صادقة وإخلاص وإتقان في العمل، ونؤكد أننا سوف نعمل بكل جد وإخلاص كل منا في مجال عمله لننهض معا بوطننا الحبيب ونجعله في مصاف الدول المتقدمة والقوية في العالم. أنا كنت عايز طبعا يعني كلمة أخيرة بس، تعليقات على الناس اللي في حملة حمدين، الأستاذ حمدين صباحي. هم كانوا أصدقائي وما زالوا أصدقائي، يعني احنا كنا في الحملة كلنا بتاعته في حملة الانتخابات اللي فاتت، بس ما ينفعش يعني نتصيد الأخطاء، واحنا كلنا ناصريين وكلنا وما زلنا هنظل ناصريين وندعم الأشخاص الناصرية في كل مكان. نقطة معاهدة السلام اللي هم اتكلموا عليها، الراجل سيادة المشير أما في حوار قالوا له معاهدة السلام، قال والله احنا بنعمل كل حاجة في سيناء بدون ما نحتاج لتعديل لمعاهدة السلام، بنعمل كل اللي احنا عايزينه.